تحياتي اخواتي، الله يسعد اوقاتكم. معكم المهندس فراس من المانيا والاستاذ قادر بربر. اليوم ان شاء الله راح نعطيكم 4 افعال جديده من الافعال الشاذه، كيف بيتم تصريفها مع الضمائر. تصريف طبعا هذا درس تصريف الافعال بالحاضر عشان تكونوا تعرفوا اخواتي. اليوم راح نعطيكم 4 افعال كيف تتصرف مع الضمائر. طبعا كمان هي ضمائر كمان هي افعال شاذه. طبعا كمان هي افعال شاذه. راح نورجيكم هلا شو الاختلاف بينها وبين الافعال اللي احنا اعطيناكم اياها قبل هالمره. bitte schon mal. Guten Tag. Wir konjugieren heute die starken Verben wie werden, sprechen, gehen, lassen. werden أصبح، مثل مثلا أنا سأصبح دكتور، أنا سأصبح مثلا سائق كذا وهكذا. أصبح sprechen يتكلم، geben يعطي، lassen يترك أو يسمح. يعني أنا بسمح تاخذ القلم، أنا بسمح تكتب، أنا راح أتركك تكتب، أنا راح أتركك تاخذ القلم وهكذا. عرفتوا كيف اخواتي؟ طيب bitte schon mal. Ich werde, ich spreche, ich gebe, ich lasse. بالنسبة يا اخواتي للضمير أنا اللي هو ich werde, ich spreche, ich gebe, ich lasse. أنا أصبح، أنا أتكلم، أنا أعطي، أنا أسمح أو أنا أترك. بالنسبة للضمير إيش ما بتغير شيء، مثل الأفعال الثانية مثل ما أنتم شفتوا. Du wirst, du sprichst, du gibst, du lässt. أنت تصبح، أنت تتكلم، أنت تعطي، أنت تسمح. Du wirst, du sprichst, du gibst, du lässt. أخوات، إذا انتبهتوا هون حبايب، الإيه تحولت لإي بفعل verben، وبالآخر حذفنا الإيه والإن وضفنا حرف التي مع الضمير أنت. هون نفس الكلام، حذفنا الإيه ضفنا حرف الإي. طبعا الإي هذا باللغة الألمانية يا إخواتي إي. حذفنا الإن وضفنا ST. هون بالفعل جابر حذفنا الإن وضفنا ST، وبالفعل لاسن حذفنا الإن وضفنا كمان ST. وإذا بتلاحظوا هون الآ تحولت لإيه. طيب هاي الاختلاف اخواتي بالنسبه للضمير انت. اختلاف انتم انا علمتكم عليهم بالاحمر مشان تعرفوا انتم شو الاختلاف عن الفعل الرئيسي. طبعا هذول حبايب مثل ما خبرتكم بتحفظوهم بصم، مثل ما هن موجودين بتحفظوهم، بتعيدوهم مره مرتين 3 4 5 6 لحد ما تحفظوهم. كل ما عدتوا اكثر، كل ما فهمتوا اكثر، كل ما حفظتوا اكثر. Er, sie, es wird, er, sie, es spricht, er, sie, es gibt, er, sie, es lässt. طيب هو، هي، هو أو هي للمحايل. رح ناخذ نحن ضمير منه sie, verb، sie spricht، sie gibt، sie lässt. إذا انتبهتوا هون حبايب، الإيه بالفعل الرئيسي تحولت لإي، وبالآخر حذفنا الإيه والإن وخلينا الدي لحالها من دون أي زيادات أخرى. هون فقط مع هو، هي أو هي للمحايل ضفنا فقط، حولنا الإيه لإي. بالفعل الثاني اللي هو sprechen يتكلم، حولنا الإيه لإي، وبنفس الوقت حذفنا الإيه والإن وضفنا حرف التي بآخر
الفعل. بالنسبة لفعل جيبن اللي هو أعطى، حذفنا الإيه حولناها لإي مثل الثاني، وشلنا الإيه والإن من نهاية الجملة من نهاية الفعل وحطينا بدال استخدمناه بحرف التي. إذا انتبهتوا إخواتي أكثروا تقريبا نفس الشيء، يعني ما في اختلاف بسيط. يعني اختلاف وين عم يتم؟ بالآ تحول لإيه، الإي تحول الإيه تحول لإي، وأحيانا الإيه ممكن تتحول لإي إيه، مثل ما انتم شفتوا بالفيديو السابق مع الأفعال اللي عملناها قبل هذا الفيديو. طيب كيف يصير هيك إخواتي؟ هو أصبح، هو يتكلم، هو يعطي، هو يسمح أو يترك، يعني يترك الشخص يعمل هيك أو يسمح للشخص يعمل هيك. Die nächste Frage. Wir werden, wir sprechen, wir geben, wir lassen. Wir إخواتي نحن نصبح، نحن نتكلم، نحن نعطي، نحن نسمح. الفعل نزل مثل ما هو بالجمع. إذا انتبهتوا إخواتي كل الأفعال تنزل مثل ما هي، ما بيتغير فيها ولا أي شيء، تنزل الفعل على حاله مثل ما هو بصيغته الرئيسية بينزل نفس الشيء. Die nächste Frage. Ihr werdet, ihr sprecht, ihr gebt, ihr lasst. ihr أنتم تصبحون، أنتم تتكلمون، أنتم تعطون، أنتم تسمحون. مثل اللغة العربية إخواتي ما بيختلف ولا أي شيء. يعني إحنا لما نقول أنت أعطيني مثلا، تمام؟ أنا أعطيك، عرفت علي؟ أنتم تعطون، نفس الشيء إخواتي، بس هون ألماني هونيك عربي. نفس الكلام إخواتي. Die nächste Frage. Sie werden, sie sprechen, sie geben, sie lassen. إذا انتبهتوا هون إخواتي، حضرتكم أو حضرتك تصبح أو هم أو هن، ها ضمير وها ضمير إخواتي، ضميرين دول، ولكن نحن حطيناهم مع بعض لسهولة الكتابة، وهم كمان نفس الكلام لسهولة الكتابة، لأنه كلهم نفس التصريف، بياخذوا نفس تصريف الفعل. زي حضرتك أو حضرتكم بنكتب بحرف كبير، الزي الثاني اللي هي هم أو هن بنكتب بحرف صغير. بياخذ دائما نفس الفعل، الفعل بينزل إخواتي بالجمع إذا انتبهتوا مع نحن ومع هم أو هن أو حضرتك أو حضرتكم، بينزل نفس الفعل مثل ما هو بدون أي حذف أي حرف أو زيادة أي حرف. Sie werden, Sie sprechen, Sie geben, Sie lassen. حبايب القلب، هيك بنكون خلصنا درسنا لليوم. بتمنى إذا عندكم أي سؤال تسألونا تحت الفيديو، وبتمنى تراجعوا الكلمات هاي وتكتبوها لحتى تتعلموا، تضلوا تعيدوها لحتى تتعلموا. كل ما عندكم الفيديو أكثر كل ما حفظتوه أكثر. لأي شخص حابب يشتغل بألمانيا أو يتعلم اللغة الألمانية أو يشتغل باللغة الألمانية أو يدرس لغة ألمانية، ما عليك إلا تدرس الدروس وتتوكل على الله وتقول يا رب. Tschüss, bis morgen. Bis morgen, السلام عليكم.